ده في حاجه غريبه قوي يا كابتن ربيع. كابتن ياسر عبد الرؤوف زي الحكم اللي كان معانا النهارده ومنع الكره ان هي تبقى بينالتي، ده بيتكلم بنفس المبنى. ما انا سالته دي المصيبه كابتن، انا سالته هل تحتسب؟ قال تحتسب. انا سالته هل تحتسب؟ قال لا، تحتسب. هو قاعد يدي اسباب للراجل الحكم تاني ان هي ممكن يديها وممكن ما يديهاش. ده المصيبه كمان ان في حكم تاني بيقول لك ايه، اصلها كانت يعني دول الناس مغيبين يعني مش ده مش لا هو احنا هنقعد ايه حكايه النادي الاهلي يا كابتن ربيع؟ النادي الاهلي ده كيان كبير قوي زي ما ربيع، احنا كيان كبير قوي يا جماعه طبعا. احنا مبادئ احترامات قوي ما بتجيش جنب لعيبه مؤدبه في الملعب انما ابسط شيء مش واحد اعترض من ما حدش فينا يعني يتكلم. ابسط شيء يا جماعه حقوق الناس، انتوا هتروح تنام ازاي دلوقتي؟ اللوم النفسي عليك هيبقى شكله عامل ازاي؟ اقسم بالله هتزعل من نفسك قوي. دي الحكايه مش حكايه ماتش او نقطه او نقطتين راحوا من النادي الاهلي، ده الحكايه ضمير انسان هيعيش في حياته ازاي بعد كده. لا لعيبه النادي بتحب تسعد جمهورها، دي حقيقه من حقهم. حقوقك خد بالك، ادي حقوق الكيان، ادي حقوق الناس اللي تعبت واجتهدت. النتيجه دي بتاعت الله سبحانه وتعالى، وكان ممكن زي محمد البنالتي يجي ويضيع، انما اديني حقي بما يرضي الله. واحنا استشهدنا بكذا وقعه في الماتشات اللي فاتت وقلنا بص حكم طلع وقال لك 100% اجاييه هدف و100% ازاروا بنالتي ومفيش لعيب اعترض. الله يكون في عون طبعا الجهاز الفني يا محمد حسام كابتن. معلش برضه انا احتراما للتحكيم ما طلعتش قلت ان في حكم في ماتش المقصه واقف غلط على الدايره وقطع لي الكوره وخدت مرتده. حكم دولي المفروض ان هو من افضل الحكام مش عارف يقف في الملعب عشان دي الكوره ترتد تيجي من 40 يارده ان انا عليها ضربه جزاء ويجري من 40 يارده قبل نص الملعب وتيت. يا ريت يا جماعه تجيبوا لنا الكوره بتاعت مصر المقصه الهدف الثاني من 30 يارده في ماتش المقصه بيديله بينالتي من 30 يارده ربيع تيت وجاري وواقف وسعيد بقراره. هو في ايه ده؟ ايه الناس دي؟ وبعدين بيزعلوا بقى من مرتضى منصور السنه اللي فاتت لما برضه الراجل عمل بايده كده ضربه الجزاء بتاعت زمان، بيطلع يهلل لهم ويعمل لهم ويقول لهم حقوقي فين حقوقي فين؟ انتوا ما يجوش معاكم غير كده بقى ولا ايه؟ مش فاهم. معرفش. حاجه اصبحت يعني هي غريبه غير مبرره. الكره سهله، لقاء سهل جدا تحكيميا يا جماعه. يعني ماتش النادي الاهلي مع اي فرق من منتصف الجدول بيبقى سهل بالنسبه للحكم، لان يعني هو الكفه في الهجوم رايحه ناحيه واحده، فما فيش مش محتاج. ادي امام حضراتكم لقاء الاهلي ومصر المقاصه، ولو حضراتكم بصيتوا بقى على الشوط الثاني على الهدف الثاني دي فرصه ضايعه على عبد الله السعيد. كان في الهدف الثاني لمصر المقاصه بدايته تمركز خاطئ من حكم اللقاء وما حدش اتكلم، محدش طلع في الاعلام. دي ضربه الجزاء ساعه عشان يدي ضربه الجزاء واللي حسبها الحكم الخامس وكان في استشاره. وفي واحده لينا قبلها الماتش اللي قبليه برضه بتاع الاسيوط مع طرد حماده طلبه مرتين ويلغي جول 100% لراجل جاي النهارده. ده يفرق مع اللعيب في نفسيته انه يبقى جايب جون زي ده وتلغي له كمان. امال بيجري 90 دقيقه في الملعب عشان ايه؟ عشان الهدف ده بقى من اوله اللي قطعها حكم اللقاء. ما حدش طلع قال في النادي الاهلي اصل الحكم واقف غلط. حكم دولي ازاي واقف غلط؟ ما حدش طلع يتكلم. احتراما للتحكيم ان حكم في هذا الشكل. وكان يعني في هذه اللقطه كان عبد الله السعيد واجاييه كانوا الاثنين فاضيين، والحكم هو اللي قام بدور الهاف ديفندر والحكم لاعب وكل حاجه وكالهوا. ولكن التمركز بالنسبه للتحكيم بيبقى حاجه مهمه. احنا مش بنتصيد حاجه، ولكن في حاجات احنا يعني بنتغاضى عنها. غير النادي الاهلي ما بيتغاضاش. النهارده لو حضراتكم بصيتوا بعد القرار شوفوا طريقه الاعتراض حتى كانت في منتهى الادب والشياكه بالنسبه لعيبه النادي الاهلي يا كابتن ربيع. طبعا ما حدش مثلا راح احتد على الحكم بشكل غير رائق ولا سبه ولا واحنا عمرنا ما اتكلمنا. احنا بنتكلم على التحكيم ومستندينه جدا جدا، وبنتكلم ونقول حكام ودول اخواتنا ودول اولادنا وفي ظهرهم دايما. عمر قناه النادي الاهلي ما كانت الا بايجابيه شديده جدا مع مصلحه الكره المصريه والرياضه المصريه، واخد بالك، والتوعيه للجمهور والتوعيه للشباب والتوعيه وفي ظهر الحكام وفي كل حاجه وفي السلوكيات والاخلاقيات. هنا مبدا كبير جدا بنحاول نتعاون فيه عشان الدوري والرياضه وكل حاجه كويسه. فاحنا عمرنا ما اتكلمنا عن الحكام ابدا. لكن انا نفسي معلش برضو ما يعني متغاظ، يعني ما تديني حقي بقى. ما ينفعش، هو لازم يعني بفضل الله تعالى عشان اخد حقي الاقي بقى الدنيا. لا، حقوق النادي الاهلي ووجود النادي الاهلي ولاعيب النادي الاهلي والجهاز الفني الله يكون في عونه، واخد بالك، كتير جدا. حتى ما نشوفش النادي الوحيد
اللي ما بيعترضش، لا في جهاز بيعترض ولا لعيبه بتعترض ولا اداره بتعترض ولا جمهور بيعترض. احنا بمنتهى الاحترام والادب والحياديه والاحترام والادب، وبنكسب بفضل الله اسم مجهودنا واحترامنا وكياننا وحبنا لبعض وترابطنا وفنياتنا العاليه قوي، توفيق الله ثم فنياتنا. فاديني حقي بما يرضي الله. انا اول مره اتكلم كده، لكن انا متغاظ عشان حرام مجهود منظومه كامله متكامله بتتعب طول السنه في تخطيط ونظام ومصاريف واسعاد جمهور واسعاد اداره، ويضيع مني حقي حتى لو انا مش موفق. مش مستوايا، ما عنديش ثبات في المستوى، ما عنديش اداء، ما عنديش مستحوذ ومسيطر وما عنديش فعاليه، لكن بينالتي ممكن احسب بيه 3 نقاط يحسموا لي الدوري. فاديني حقي بما يرضي الله، واتمنى ان لجنه الحكام معلش تعيد نظر تاني في القرارات اللي هي اخيره مش موفق فيها الحكام. احنا بنضم صوتنا لصوت كابتن ربيع ياسين وصوت كابتن شريف عبد المنعم على التحكيم. يعني ممكن يحدث في لقاء اخطاء ونتغاضى، لكن كل لقاء حتى لو كان النادي الاهلي فائزا او متعادلا يبقى فيه جدل تحكيمي، ده غير مقبول بالمره، ويجب مراجعه الاخطاء مره اخرى من لجنه فاروق. وانت حتى كمان فاروق معلش مش يعني لازم اخش في النقطه. هو انت كمدير فني يا كابتن ربيع انت هيفضل معيشك في ضغط ويخرجك عن تركيزك ويخرجك عن كل اللي انت فيه وعن مسارك اللي انت مخطط له وعن لعيبتك اللي انت كل ده بيبقى. وانت فاكر حسام بدري هيسكت ده؟ ما هيحط همه كله في مين؟ في اللعيبه. الحاجات دي برضه هيقول لك انت عمال بنطلعنا احنا بره الدنيا، خدت بالك، وبيخلينا نخش في حتت ملهاش اي لازمه. احنا طبيعي احنا احسن فرقه في مصر، طبيعي احسن جهاز في مصر، طبيعي احسن امكانيات، زي ما بيقول ربيع ان احنا صارفين نص مليار على فرقه زي دي بتخش انها بتاخد بطولات وبتعمل تاريخ للدنيا كلها. هو ده عرف بتاع، هو ده احنا النادي الاهلي. ايوه احنا النادي الاهلي اللي بنشتغل على ان احنا نبقى احسن ناس وادب ناس وكل حاجه في الدنيا، والبطولات كلها من حقنا. هو ده الريسيفنج اللي احنا بناخده، التعب اللي بنتعبه، حته البتاع اللي بناخدها في الاخر دي هي بطوله الدوري او بطوله الكيان او بطوله اي حاجه او بطوله افريقيا. كل ده للناس وكل ده للشعب. احنا ما بنشتغلش غير على كده. انتوا بتعاقبونا ليه؟ بتحسدونا ليه؟ ما تشتغلوا زينا، ما تعملوا زينا. انتوا انا مش فاهم انتوا عايزين من النادي الاهلي ايه؟ عايزين انتوا ايه؟ عايزين تخلوها بمكيالين؟ والكلام ده انا قلته في الاستوديو اللي فات. احنا هنفضل طول عمرنا عايشين بننزل للحكم اقول يا ربنا بقى يستر النهارده هنعمل ايه مع بعض؟ خرجك من تركيزك. لا بتقول لي انا في افريقيا كنت بلاعب الارض والتحكيم. بلاعب الارض والحكام. احنا مش احنا هنفضل لغايه فين يعني؟ احنا مش فاهم انا. يعني انتوا ليه بتخلونا احنا معاكم كده؟ ما الحياه جميله واحنا النادي الاهلي المفخره ليكوا والمشرفه ليكوا والعين اللي هي بتودي منتخبك كاس العالم واكثر لعيبتك هي اللي موجوده في النادي الاهلي. انتوا عايزين ايه من النادي الاهلي بالظبط دلوقتي في المرحله دي؟ انتوا موجهين ولا ايه بالظبط؟ انتوا عندكم اتجاهات ولا ايه؟ انا مش فاهم انا. راعوا ضميركم شويه يعني. الامر اصبح غير مفهوم. عموما النادي الاهلي قدر الله ما شاء فعل بهذه النتيجه من 11 مباراه. النادي الاهلي يصل للنقطه 26 وعنده لقاءين مؤجلين. كابتن ربيع 6 نقاط، في حاله الفوز بهم ان شاء الله يكون على صداره الترتيب بفارق نقطتين من النادي الاسماعيلي المنافس. خلينا نرجع فنيا لهذا اللقاء. كابتن ربيع، كابتن حسام البدري كان مركز في بدايه اللقاء على استغلال سرعات وليد ازارو زي ما حضرتك كابتن شريف تفضلت به في بدايه الاستوديو التحليلي، وبالفعل سجل النادي الاهلي عن طريق وليد ازارو. بص حضرتك، في ثوابت دايما النادي الاهلي بيشتغل بيها، في فنيات عند حسام البدري وعند اللعيبه بيشتغلوا بيها. زي ما قلنا ان برضه انت عندك ثبات الاداء في النادي الاهلي بيفرق معاك جامد جدا. ده 1. 2، الكثافه العدديه دايما لما تروح بيها بتبقى بفعاليه. النهارده ما كانتش الفعاليه اللي موجوده، في كثافه وفي استحواذ وفي سيطره، بس الفعاليه الهجوم على فترات كبيره جدا باستثناء بعض من الفرص. 3، الحلول الفرديه. انت بتعتمد على الحلول الفرديه يا محمد، احيانا بتحل لك. فين الفروع الحلول الفرديه النهارده؟ ما فيش، بعيد كل البعد الحلول الفرديه. 4، انت احيانا برضو كنت لما بتنقل في وسط الملعب في حاله من البطء شويه. انت مميز بتتحول من الدفاع للهجوم سريع. هل البطء ده اجهاد يا كابتن؟ بص الله يكون في عون اللعيبه. يعني طنطا شوف اخر ماتش لعبه امتى، والاهلي اخر ماتش لعبه امتى. فبرضه انا اتكلمت في النقطه دي وده دول بشر مهما كان من اللعيبه، واخد بالك. انا لما بدور وادخل في وجه او 2 أو 3 برضه بيبقوا لازم يكونوا في الفورمه، يساعدوني على ده، على الثبات، على الفنيات ان انا اروح بيهم كويس قوي. 4 برضه يعني مش هو ده حل عبد الله السعيد، مش ده حل اجاييه، مش ده حل واخد بالك مؤمن زكريا الشيخ، مش هو. النهارده احمد فتحي والسوليه
انت الخمسه وسط الملعب النهارده يا محمد هم برضو مش فوقان مش دول الخمسه اللي دايما بيحاولوا لي من الدفاع للهجوم والهجوم للدفاع. الترابط من بين الخمسه بيبقى افضل واخطر واحسن من كده في الثلث الاخير. النهارده برضو كانوا بعاد شويه الفرديات، عدم وجود قلت لك في الاستوديو ان حسام عاشور تارك فراغ كبير جدا في الشق الدفاعي وخاصه من المرتدات. فريق طنطا النهارده دافع كتير جدا، فريق طنطا لعب على المرتدات، فريق طنطا ما فتحش كل خطوطه، حتى اسامه لما دخل فيه الهدف وبدا الشوط الثاني ما فتحش، سجل من ضربه ثابته يا كابتن. واحنا اللي برضه واحنا اللي دخلناه كل التقدير والاحترام لفريق طنطا وفريق اسامه عربي، لكن قصدي ان النهارده ان الكثافه الهجوميه من طنطا ما فيش، الهجمات النهارده من الجناب ما فيش، هو بس كلها قفل الجناب. وقلنا ثنائيات النهارده، معركه ثنائيات بينا وقفل، وفي نفس الوقت الاداء اللي بننتظره من لاعبي النادي وخاصه الفردي ما كانش موجود، عشان كده اثر على النتيجه. لكن الاهلي كان ممكن اكثر من كوره ان يسجل الشوط الاول او الشوط الثاني باكثر من كوره، لكن عدم التوفيق قلنا التعب برضه له دور كبير جدا جدا في الحاله بتاع اللعيب. انا النهارده بقول ان مفيش توفيق، مفيش حاله، مفيش فنيات كتيره، لكن على الاقل الاهلي برضه بقلل المجهود كان ممكن يكسب من المباراه النهارده. طيب كابتن شريف، الكل كان يتحدث عن ان وليد ازارو مثير للجدل، في بعض يراه فرود على اعلى مستوى، في بعض يراه الى حد ما، حتى في بعض الخبراء يعني كانوا بيتكلموا ان مدافع طنطا هو اللي اهدى لوليد ازارو الكره بالشكل دوت. ولكن هل ترى ان وليد ازارو سرعته وقوته هي اللي اجبرت المدافع على الخطا واحراز الهدف؟ بعض الايجابيات سرعته اللي خدته، حتى هو المدافع لما مش قادر يعوض السرعه فكان بيعمله بايده كده، بيضربه في وشه وبيضربه في صدره عشان مش قادر يجاريه في نفس السرعه. واهتم المدافع كابتن فاروق ان هو يعطل ازارو اكتر ما اهتم بالكره، كان ممكن من بدري يطلعها كورنر، ممكن من بدري يبعد خالص المسؤوليه عن حارس بس إن الهدف وليد ازارو بس ان نرجعه لان في شغل مهم جدا، وده اللي بيركز زي كابتن حسام بدري. يعني عايز اقول لك انت لو تتفرج على الكره تلاقي ان المهاجم ده من اول حاجه يروح شايطها بره ويخلص، انما اهتم كل الاهتمام بسرعه ازارو جنبه، ان هو يعمل اعاقه لازارو انه ما يروحش للكوره، وعايز يحافظ على الكوره نفسها، كلفته هدف. بص كل ده كان من اول كوره ما نطت قدامه بره وخلاص زي اي ديفندر. ده حجازي في ماتش قدام محمد صلاح كان بيطير الكوره من قدامه، مش عايز اي مشاكل يعني هنا بقى دي واحده. ازارو هي اللي اربكته، كل تفكيره وكل تركيزه كان مع وليد ازارو. اللي انا عايز اقوله لك حاجه ثانيه، النادي الاهلي النهارده اللي بلومه على اللاعبين الحقيقه، يعني ان انا من اول ما اتفرجت على المباراه حاسس ان اللعيبه حاسه انها هتكسب في اي وقت. نعم، احساس يعني ضمان الفوز. الفوز هيجي في اي وقت. غير مقتنع بان تساوي الكفتين بين طنطا وبين النادي الاهلي داخل الملعب. احنا امكانياتنا اسرع، احنا نقدر نجيب جول في اي وقت، احنا وصل بينا العنجهيه النهارده في ماتش طنطا ده، وانا اقول لك ده التحليل البلدي يعني. نعم. ان احنا ما خلصناش الماتش. يعني هل ترى ان فرصه احمد الشيخ اللي كانت في بدايه اللقاء قبل حتى هدف وليد ازارو كان في فرص سهله؟ واحده لازارو وواحده لاحمد الشيخ. نعم. لم يترجموا الاهداف. وواضح ان انت لما تطلع عالي فوق قوي وانت لعيب مهاري واشول وبتشوط، لما بتقابل حاله زي كره الراس دي وتحطها في الجول، مش حالاتك الطبيعيه اللي انت بتعمل فيها الكره دي. فالمقابله ان هي بالنسبه له جت الهجمه حطيته في موقف انه لازم يلعبها براسه. هو مش بتاع الحكايه دي، انما هو بتاع شوت، بتاع بليسنج، بتاع الراجل الثاني بقى اللي انت بتتكلم عنه علامه الاستفهام اللي هو ازارو، اللي هو رايح على الجول من الجانبيه دي من اول ماتش. ما احنا ده انا لسه قايل لك، ده احنا رحنا كلامنا قلنا له اقوى حاجه في المنطقه دي تشوط باحسن باقوى ما عندك، لان مش حتى تاخد ايد الجون وتخش. طب انا هرجع لموضوع احمد الشيخ يا كابتن. ما حضرتك بتقول ان هو مش بتاع الحاجات دي، ولكن محمد صلاح اقصر منه بيجيب بدماغه، مؤمن زكريا بيجيب بدماغه، ودوافع ووجود في اماكن هو مشغول برضه، حتى هو خارج زعلان من المباراه، من ادائه ولا من التغيير؟ من كل حاجه. هو يجوز من ادائه، انا ما اعرفش اترجم دلوقتي اللي جواه ايه. احنا قاعدين كلنا اتكلمنا عن اللعيبه كلها واديناها حقها كله قبل المباراه. قلنا كويس سعداء ان فلان موجود. اللي بيض وشنا النهارده الباك رايت الحقيقه، الفراشه اللي انت قلت عليها، راجل ما شاء الله بكل التقنيه بكل الهدوء بكل حاجه، قدم كل ما عنده، فعوده حميده ليه.
كانت لازم تتوج بان النادي الاهلي يكسب النهارده، وكنا كسبنا برضو حاله للباك رايت النهارده في المكان ده يعوضنا شويه. ان هو مش برضو ربيع قالها لك بيني وبينك، حسام عاشور عنده رتم في الملعب رمانه ميزان. نعم. بيقدر يعمل لك حاله من التكتف الهجومي اللي كل كره ما ترد. انت لو جبت كام حاله النهارده هتلاقي كره بترد رايحه لطنطا، نعم. مش رايحه للسوليه مثلا هو واحمد فتحي اللي موجود. نعم. الراجل ده بيبقى له وجود تاني. اتفضل. انا بس كنت عايز اعلق على الكره دي، يعني ما شافش الجول اللي خارج عليه. كنترول كويس جون يا كابتن. ما شافش، لا هو ما شافش مفاجاه حارس المرمى عليه لما طلع. هو بيحضر الكره بيمين، وانا عارف الراجل ده وهيلف. كان الثاني طبعا عنده سرعه بديهه وراح نط على رجله قبل بتاعه، فما كانش فيه احساس. وبعدين في اعصاب بتبقى موجوده في ميعاد زي ده. انت بتتكلم في الدقيقه 90 او بتتكلم في حاجه زي كده. دقيقه 70 كانت دي 70 كانت 70 نعم. بعد نزوله على طول. بعد نزوله على طول. يعني في برضه حالات كده، انا لما ببقى نازل وفرقتي كسبانه غير لما ببقى نازل فرقتي متعادله، غير لما نازل فرقتي مغلوبه، غير لما انا مغلوب الماتش اللي قبله. يعني عندي برضه حاله ما اعرفش فيها ايه. عندك التركيز. انا خايف بقى الماتش سرقني. انا قلت لك في اول الامر اللعيبه من البطء اللي قال عليه ربيع في التحضير شويه ما وسط الملعب النهارده. انا بيني وبينك قلت لهم انتوا ايه حاسين ايه؟ انتوا هتكسبوا الماتش في اي وقت ولا انتوا كنت قاعد معايا هم ليه عاملين كده؟ انا ما اعرفش. النهارده ملعب حلو قوي، جو كويس قوي، الناس في المحله كلها بس الحاله يا كابتن ما تطمنكش الحاله بتاع اللعيبه. كومبينيشن اللعيبه لو رحنا وصلنا يعني. الروتيشن اللي انت بتتكلم عنه ده، الدخول والخروج كتير برضه، وعدم تثبيت التيم بقى على حساب من بدري ان هو يثبت التيم بقى. يعني حاسس انا. وبعدين انا بحاولها بصراحه، انا ما بخافش من حد. وليد ازارو كابتن ربيع في المنطقه دي لوحده لازم يحصل فيها روتيشن. لازم اشوف لي لعيب بقى يبقى بيروح على الجول وبيروح عنده فعاليه اكتر من كده وبيحس سرعته على عيني وراسي كل حاجه. انما لازم يبقى في وقفه معينه ان لازم انا خلاص عايز اخلص من الماتش. انا ما لعبش فرقه يجي لها هجمتين طول الماتش وتطلع معايا متعادله او كسباني. الفرقه بتاعت المقاصه دي 3 اجوان، 3 مروح على الجول ب3 اجوان، وانت 12 13 هدف. مش عارف في حاجه بتحصل، عدم ثقه بين اللعيبه وبعض. وليد سليمان كان في عنده عدم ثقه مع وليد ازارو الماتش اللي فات. كل كره ما بتجيله مش عارف هيديها له امتى، مش عارف هيتصرف فيها ازاي. فبتبقى في